السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف ان شاء الله اينما كنتم داخل المغرب او خارج ارض الوطن. كنرحب بكم في هذا الفيديو جديد. عواشركم مباركة يا ربي، رمضان يدخل عليكم بالصحة والهنا وله طول العمر يا رب. بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم عجينه ديال البيتزا اللي كنستعمل انا في شهر رمضان، وصراحه كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف، وغادي نجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق، وغادي تشكروني عليها ان شاء الله، مع السر اللي غيخليها هشيشه بزاف وزوينه، ومني كتاكلوها ما كتكونش العجينه قاصحه، صراحه كتجي رطبه وزوينه وياكلوها حتى الوليدات الصغار في هذا الشهر رمضان ان شاء الله يا ربي. عجينه صحيه، مكونات صحيه وزوينه. المهم نخليكم تكتشفوا المكونات. انا راني درت كلشي في العجانه ديالي كما كتشوفوا، وعاد بديت كنصور لكم. المهم غادي نحتاج، انا نعطيكم الكميه والعبار ديال كل حاجه غادي تحتاجوها في هذه، بالعبار بالكميه شحال من حبه غادي تخرج لكم بالضبط، ولا بغيتو تدوبلوا الخليط ديك الساعه دوبلوا. المهم انا غادي نقول لكم مكونات، ومع ذلك غنخلي لكم مكونات في صندوق الوصف ان شاء الله. غادي نحتاجوا 2 زلايف ديال دقيق الحرش، ماشي رطب، دقيق الحرش كندير 2 زلايف، وكذلك الدقيق الابيض الرطب غادي ندير فيه 2 زلايف، يعني 2 زلايف دقيق الحرش و2 زلايف ديال الدقيق الرطب، كتخلطوهم مع بعضياتهم. صراحه كيعطيو واحد العجينه زوينه، ولكن خاص تكون النوعيه ديال الدقيق الممتازه. وغادي نحتاجوا الزعتر، واحد معلقه كبيره ونص اولا 2 معالق، غادي تنقيوهم وتحكوهم هكا بين يديكم، راه كيعطيو واحد النكهه زوينه في العجينه ديال البيتزا. المهم الزعتر راه بالنسبه لي انا ضروري، واللي ما كيبغيش ما يديروش. وغادي نديرو كذلك الخميره الفوريه او الخميره المعجونه، كندير تقريبا واحد المعلقه ونص كبيره، والفينو حتى هو درت فيه تقريبا ديك نص كاس ديال العنبه اللي درت، الملح حسب الذوق. وبالنسبه للسكر ثاني انا درت معلقه كبيره، اللي ما بغاش يقدر ما يديرهاش. المهم بالنسبه اللي بغى يديرها ديرها، اللي بغاش يديرها يقدر ما يديرهاش. وكذلك الزيت الزيتون تقريبا درت نص كاس ديال العنبه، تخلي صراحه واحد النكهه زوينه بزاف في العجينه ديال البيتزا. المهم وبالنسبه للسر ديالي اللي قلت لكم انايا في العجين، انا درت معلقه نص معلقه تقريبا كبيره ديال الزبده، كتعطي واحد العجينه اللي لينه بزاف وشيشه. ملي كتاكلوا البيتزا ديالكم صراحه راه غزاله بزاف، ما غنوصف عليكم حتى تجربوه ان شاء الله. قليل اللي كيدير هذه الفكره هذه، اكيد بزاف ما كيجربوش يديروا الزبده في العجينه ديال البيتزا. والله العظيم الا صدقوني جربوها ما غاديش تندموا. هذا عطاتني واحد العجينه اللي غزاله وسهلات عليا الكراس وكل شيء. المهم كما قلت لكم غادي ناخذ 2 زلايف ديال الماء دافئ بارد مسخون، وكنبقى نضيف بشويه على العجينه ديالي جنوب يديكم. المهم نتوما كتعجنوا كتضيفوا الماء بشويه حتى كتجمع العجينه. حاولوا ما تجيبوش العجينه قاصحه، ما خاصهاش تكون قاصحه، ضيفوا ليها الماء باش تكون العجينه ديالكم هشيشه رطبه ودغيا تساعدكم في التقراص ديالها ومنين تبغيو تشكلوها. المهم انايا راني خليت العجانه ديالها، حيت الصوص باش ما يكونش الفيديو مزعج، حتى جمعت لي العجينه مزيان. كما كتشوفوا انا شكلت على 3 قطع نيشان. صراحه ما خليتهاش تجلس بزاف، واحد 10 ديال الدقائق اللي درتها في البلاستيك وحيدتها. اصلا ملي كديروا ليها المعلقه ديال الزبده صدقوني ما غتحتاجوا ليها تخمروها ولا حتى شي حاجه، راه كتجي رطبه. المهم انا هنا من بعد ما طلقت العجينه ديالي على الطابله اللي كنخدم فيها ولا الخامه اللي كتخدموا فيها، غادي نبداو ترشوا بالدقيق الابيض والفينو. كان الدقيق الابيض ديالو كان الفينو ديالو، غادي تشكلوا به العجينه ديالكم. وكما كتشوفوا انا عندي هذا الكادر، هذا هو باش
وباش كنشكل العجينه ديالي ديال البيتزا. حاولوا ما تجيبوش العجينه رقيقه بزاف، المهم تكون بينه وبين. المهم انا خديت لاطات ديالي كما كتشوفوا، حطيت فيهم البيتزا ميني بيتزا ديالي، خديت فورشيت ديالي، بقيت كنتقل فيها كامله. ضروري ما تقلبوها باش ما تنفخش لكم في الفران. خليتهم هنايا غادي يجلسوا يرتاحوا واحد شويه، واحد 10 ديال الدقائق بدل ما يسخن الفران ديالي. مهم الفران يكون على نار مهيله، ما يكونش سخون بزاف باش ما يحرقش لكم حتى البيتزا ديالي. المهم انا حتى الاخر غادا نقول لكم شحال من قطعه خرجت ليا، تقريبا 4 زلايف ديال دقيق رطب والدقيق الحرج كما قلت لكم. المهم غنخليهم يرتاحوا واحد شويه، كيتريبوزاو ديك 4 ساعات تقريبا، ومن بعد ديك الساعات عاد ندخلهم الفران. المهم ان شاء الله باقي غادي نخلي لكم فيديو فيه لاصوص ديال البيتزا، كيفاش كندير ليها انا، شنو باش كنعمرهم، مكونات الاقتصاديه وبسيطه، كيجيو بنان بزاف صراحه. المهم انا دابا غادي ندخلهم للفران. انا شعلت عليهم ديال الفران ديال الغاز. عندك ديال الضوء راه ما غاديش تجهدي عليه بزاف، تكثريش عليه 160 درجه ولا 180 درجه بزاف، يعني يكون على نار دافئه، يسخن الفران بشويه وتخليهم يطيبوا على خاطرهم. كذلك بالنسبه للغاز انا ناقصه عليه كما كتشوفوا، خليتهم يطيبوا على خاطرهم. وهذا هو الشكل ديال العجينه ديالي ديال البيتزا. هنا من بعد ما شكلتهم وطابوا، هنا كما كتشوفوا هذا هو الشكل الاخير ديالهم. مهم ما تخليهمش يتحمروا بزاف، ردوا البال معاهم باش ما يقصحوش عاوتاني. لا تحمروا بزاف راه غادي يقصحوا لكم بطبيعه الحال. خليتيهم يديروا حتى راه ضروري كديري نص طيبه تقريبا، المهم يكونوا شادين راسهم. وغادي تخليهم هذا تخليهم بد ما تعمر الحشوه ديالهم، بد ما توجديها، كيرجعوا للفران. من بعد ما كيرجعوا للفران تاني غير كيدخلوا واحد 10 دقائق وتيخرجوا، غير بد ما راه الحشوه ديالك كلها كتكون طيبه ديال لاصوص ولا كلشي. المهم انا تقريبا عطاوني شي 56 قطعه، حيت راني كبرتهم شويه. الا صغرتهم شويه راه يقدروا يعطوكم حتى 70. انا راني كبرتهم داكشي علاش عطاوني 56 قطعه. المهم نخليكم الى فيديو الجاي ان شاء الله يا رب.